ليش البنت هي اللي لازم تدفع الثمن؟ هي تقصد هنا العلاقات العاطفية سواء كانت خطوبة أو زواج. أكيد ده سؤال بيحير الجميع. لما العلاقة العاطفية هنا سواء كانت خطوبة أو زواج بتبوظ، مين هنا بقى اللي بيدفع الثمن؟ هل الراجل ولا الست؟ الواحدة بقى هي اللي بتتأثر نفسيا ومعنويا بسبب العلاقة لما باظت، ولا الراجل بيمشي ولا كأن في حاجة حصلت؟ خلينا نفك اللغز ده مع بعض ونشوف بقى ايه الحكاية، وهتعرف الإجابة في نهاية المقطع واحدة واحدة. معروف كده عن الوحدة اللي هي في المجتمع الشرقي أو العربي يعني بشكل عام بتبقى مختلفة عن الوحدة اللي في مجتمع غربي عشان طريقة التربية والأسلوب والعادات والتقاليد والدين والحاجات دي، يعني حاجات كتير هي اللي بتحكم. خلينا بقى في مجتمعنا هنا لما العلاقة بتفشل ما بين راجل وست، سواء بقى كانت فسخ خطوبة أو طلاق لا قدر الله، الناس وبنسبة كبيرة جدا بيقولوا عليها إنها إنسانة فاشلة وإن هي السبب في فشل العلاقة دي، أو لأنها إنسانة مش كويسة والعياذ بالله. يعني الحكم هنا بيكون على الواحدة من خلال الشكل الظاهري فقط، انها اتفسخت خطوبتها او اتطلقت، وبيطلقوا عليها كل الاحكام بقى بدون ما يعرفوا الاسباب الحقيقيه. وبيتجاهلوا شيء مهم بقى، ان ممكن يكون الاسباب الحقيقيه وراء الانفصال ده ان هو عدم الارتياح او التوافق ما بينهم، وطبعا ده بيكون بسبب التسرع في الخطوه دي. الواحده بقى ممكن تكون بتعبر عن مشاعرها اكتر من الراجل، او بتكون ظاهريا كده باينه انها متاثره بالنقطه دي عن الراجل، وده بيكون لانها بتفضفض لصاحباتها لاهلها لحد من قرايبها والكلام ده، فبيبان بقى انها دفعت ثمن كبير جدا في النقطه دي. انما الراجل بقى مختلف عنها، بيحاول يظهر ان هو قوي والصلب وان هو ما تاثرش من العلاقه الفاشله دي ولا اي شيء، ودي طبيعه بشريه لانه رجل، يعني بيتوجع وكل شيء ولكن بيكون داخلي مش خارجي ظاهري يعني، فبيظهر للناس بان هو تمام وزي الفل. لكن مش معنى كده انه ما بيتألمش زيك تمام. يبقى وصلنا كده بان احنا لازم نكون عارفين او انت تكوني عارفه الاتنين بيدفعوا نفس الثمن تقريبا، مش المرأة بس. الاختلاف هنا في ان المرأة بتظهر ألمها النفسي والمعنوي والضرر اللي حصل لها من العلاقة دي قدام الناس، انما الراجل بيكتم ده جواه ويظهر قدام الناس بانه تمام ومفيش اي مشكلة. لازم تكوني عارفة كمان ان السبب وراء ده المجتمع والعادات والتقاليد والحاجات اللي ما نقدرش نتخلى عنها او نتجاهلها، وما نركزش بقى في العلاقات الانسانية عموما بان احنا لازم نكون نفس الغرب، لان دول ليهم عادات وتقاليد واحنا لينا عادات وتقاليد. والاهم من كل ده بقى ان احنا لازم نتأنى ونحسن الاختيار علشان ما يحصلش النقطة دي. بلاش نتسرع. حاجة كمان مهمة تقولك اسباب فشل العلاقة ما بين الاتنين هو عدم حسن الاختيار والتسرع، انك انت عايزه ترتبطي علشان الناس ما يقولوش ان الوقت بيجري بيها وبتاع ولسه ما حصلش نصيب ليها، وانت كراجل لا انا عايز اتجوز بسرعه بقى علشان الحق اجيب حته عيل والكلام ده. الثقافات دي لازم نتخلى عنها ونتأنى ونحسن الاختيار، ناخد اللي يكملنا ونكمله. وبالتوفيق.